افتكروني حامل والحقيقة بصراحة طلعت غير كده خالص. هو أصلا ازاي حامل وابني لسه 3 سنين؟ يعني قولوا مثلا يعني لما يبقى عنده بقى 5 6 7 سنين أبقى أفكر في بيبي تاني، لكن دلوقتي وعنده 3 سنين استحالة وصعب جدا بصراحة. مش هعرف أصلا إن أنا أخد بالي من الطفلين مع بعض. المهم يا جماعة، فترة غياب الفترة اللي فاتت إن أنا مش حامل خالص. أنا أهلي وأهل جوزي افتكروا إن أنا حامل. لا خالص يا جماعة، أنا كانت عندي كذا مشكلة في معدتي، كلت برا تعبت، جاتلي زي حالة يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي، بس تعبت جدا، رحت المستشفى بقى وتعبت جدا جدا الحمد لله. بس دلوقتي بجد الحمد لله بقيت احسن كتير، غير ان انا كتفي اصلا بقاله فترة برقبتي ما كنتش بقدر ان انا اقوم بقى واصور وكده واعمل شغل البيت. اصلا بصراحة انا ما كنتش بعمل اي حاجة في البيت، كان حرفيا البيت ما كنتش بحط ايدي فيه خالص. فالفترة اللي فاتت كلها جالي كذا تعب ورا بعض، يوم مثلا اخف، اليوم اللي بعده الاقي نفسي تعبت من حاجة تانية. فالحمد لله الحمد لله، يعني دلوقتي بقيت الحمد لله احسن بكتير من الفترة اللي فاتت. فقلت كده بقى اقوم واتنشط شوية. وعايزة اقول لكم الروتين اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده ما كانش في يوم واحد بس، لا ده انا عملته على 3 ايام، على ما قدرت ان انا اخلص بقى التصوير وشغل البيت. لان انتوا عارفين يعني اليوم الواحد الام يعني بتعمل فيه 200 ألف حاجة. بجد ربنا يدينا الصحة وما يحرمناش من صحتنا وما يحرمناش من بيتنا ودوشته وأطفالنا ويبارك لنا فيهم ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، وما يحرمش بجد يا جماعة حد من صحته، لأنه والله الصحة دي أهم 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 حاجة للإنسان. أنا هنا كده الأول ابتديت إن أنا سبت المواعين زي ما انتوا شايفين. ابني طبعا كان جعان وأنا كنت جعانة، فقلت الأول هسلق بطاطس. أنا يا جماعة طريقتي في طريقتي في سلق البطاطس إن أنا بقشرها كده وأقطعها حتت صغيرة بحيث تستوي بسرعة، لأن ما بحطها بقشرها أولا الطينة بتاعتها بتنزل في المية بتاعة الغليان، ثانيا بتاخد معي وقت بصراحة في السلق. فلا أنا بحب إن أنا أقشرها وبعد كده أقطعها كده حتت صغنونة واحطها في المية بعد ما بتغلي. بصوا بتتهرس بكل سهولة معايا. طبعا حطيت بقى حتة سمنة بلدي وملح وفلفل اسود وكمون، وبرده مش بكتر الفلفل الاسود لاني بحس ان البطاطس مش بتحب يعني الفلفل الاسود. وهنا كده كنت بسلق بيض عشان خاطر برضو ادحرجه في السمنة البلدي. بعد بقى يا جماعة ما فطرت، هنا حاولت ان انا اعمل طبق البطاطس على شكل قلب، بس بصراحة اتحرك مني وابني حط صوابعه. بصوا هتلاقوا هتلاقوا البطاطس مخرمة من صوابع ابني. هنا بقى كده كان معايا الفراخ، قلت انقعها على ما اخش اوضه النوم. كده كانت التسريحه عندي برضو بصوا يعني مكركبه بطريقه، بصوا المنظر مش حلو طبعا خالص. حبيت برضو ان انا الاول اوريكم كده المنظر، وبعد كده بقى اوريكم الفاينل بعد ما اتروقت. وده كده كان الفاينل. انا حطيت يا جماعه في الدرج الكبير دوت الحاجات الاساسيه اللي بحتاجها، لكن الحاجات اللي مش بحتاجها دايما حطيتها في باقي التسريحه اللي هي الطويله ديت اللي هي كذا درج. فما حبيتش ان انا يعني اكركب في الدرج الرئيسي دوت بتاعي، لكن باقي الكركبه او باقي الزيادات يعني في الادراج التانية. وبس الحمد لله برضو متروقين، ما كانوش بصراحه محتاجين انهم يتروقوا. اللي كان محتاج بس يتروق الدرج الاساسي بتاعي دوت. الباقي بصراحه متروق بقاله فتره ومش بستخدم حاجات يعني فيهم بقالي فتره فاهميني، او بستخدم بس برجع الحاجه تاني في مكانها. لكن الدرج الرئيسي ده بحس ان هو يعني قدامي بقى ليل نهار. هنا يا جماعه صوره خطوبتنا كده، يوم تاريخ خطوبتنا. وخلاص كده خلصت التسريحه الحمد لله. فانا بروق قلت طب ما اخد بالمره درج محمود جوزي، عشان خاطر برضو يجي يتفاجئ كده بمنظر. هنا بصوا انا في ابتدائي يا جماعه بوريكم صورتي وصوره حماية الله يرحمه وصوره جوزي ربنا ما يحرمنيش منه وصورتي وانا من قريب يعني. هنا يا جماعه درج جوزي كده برضو طلعت منه الحاجات. وابراهيم طبعا كان كمان مكركبه، بيفضل يفتح في الدرج ده ياخد المشط بتاع بابا يقعد يصرح الكلام ده كله. فقلت اروقه برضو على طول. وبصراحه يعني جوزي يعني بصراحه اتبسط ان هو شكله اتغير. هنا يا جماعه اذكار قبل النوم بتبقى حلوه جدا جدا ان انت تقري الاذكار قبل النوم طبعا. وطبعا اذكار الصباح والمساء يا ريت تداومي عليها. معلش انا بتكلم بالراحه مش قادره اتكلم بطريقتي اللي هي لو بتكلم مثلا بسرعه، لان لسه برضه يا جماعه معدتي والله تعباني يعني. لا وجع المعده ده رهيب يعني. الحمد لله الحمد لله اتحسنت كتير والله. الحصاله اللي انتوا شفتوها دي يا جماعه بتاعت ابراهيم ابني، كل ما بيلاقي معانا فلوس ياخدها ويروح يحط يعني. هنا كده دخلت بقى على الصاله بره روقتها وعملت بالمكنسه، بس برضه ما عرفتش ان انا
اعمل الحاجات دي معاكم خطوة بخطوة. انا وريتكم بس الفاينل على طول لاني والله كنت تعبانة الحمد لله، وزي ما قلت لكم ما كانش هو يوم واحد، لا ده كان كذا يوم. وبصراحة الفترة دي بحاول ان انا اعمل حاجة في الشقة على قد ما اقدر، كل يوم حاجة. ابراهيم يا حبيبي دخلت له لقيته عرقان ونايم كده، بس هوت له بايديا بس مرضتش اشغله المروحة ولا التكييف لاني خايفة يتعب، لاني اليومين دول ما كنتش عارفة احنا في انهي فصل بصراحة. هنا كان ابراهيم خلاص هيصحى فخرجت بسرعة. بصوا بقى يا جماعة الصورة بتاعتي وهو بيبي، صورنا حطاها كده على النيش. عايزة اقول لكم النيش لسه حكايته حكاية معايا، بفكر مجرد تفكير بس ان انا افضيه خالص واغسل كل اللي فيه واروقه كده. خلصت كده يا جماعة المطبخ الحمد لله، قلت بقى ايه اروق على رجليا كده واحط لنفسي بقى كريم مرطب ولوشن والحاجات القمر ديت. وبوريكم يا جماعة الشراب السيليكون ده بجد، اللي مش عندها شراب السيليكون فايتها كتير بجد، وفايتها نعومة حلوة كتير جدا جدا جدا. الشراب مش غالي يا جماعة، ب50 جنيه بجد، هاتوه هيفرق معاكم في نعومة رجلكم جدا 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 من هنا للسنة الجاية والله. ان انتي بتدهني الحاجات الجميلة ديت ودم الغزال وبتصحي بتلاقي رجلك فلة شمعة منورة. بحبكم جدا، صلوا على النبي.